الفنان مصطفى قمر جمع عدة سنوات بين زوجتين والاتنين اسمهم غادة، وخلف بنته الصغيرة في السر وما أظهرهاش للإعلام غير بعد كذا سنة من مولدها. طب إيه الحكاية وليه عمل كده؟ مؤخرا انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمصطفى قمر وزوجته، ولاحظت تعليقات كتير على السوشيال ميديا بتقول معقول دي مراته مش بنته؟ ده شكلها أصغر منه بكتير. معقول دي والدة إياد وتيام ما شاء الله الرجالة؟ علشان كده حبيت أوضح بعض. الفنان مصطفى قمر اتجوز مرتين والاتنين كان اسمهم غادة، لكن غادة الأولى اسمها غادة عيسى وغادة التانية اسمها غادة رزق. غادة عيسى دي كانت زميلته في أيام الجامعة وكانت صديقته المقربة وحبيبته، وكان في بينهم قصة حب كبيرة أيام الجامعة تكللت القصة دي بالجواز سنة 93، وخلف منها إياد وتيام وفضلوا متجوزين لمدة 23 سنة. لكن في 2016